يوم عربي مشرق ككل أيامنا العربية منذ 60 عاما. القمة الخليجية الأفشل في التاريخ، أمير قطر وأمير الكويت بس اللي حضروا، والقمة قعدت ساعة ونص وانفضت، ونلقاكم على خير في مناسبات أفضل. أمين المجلس بيتكلم عن تماسك البيت الخليجي، مع العلم ان 2 حضروا، والسعودية والإمارات بيصدروا في نفس اليوم حكاية التنسيق المشترك فيما ما بينهم، مطلعين بيان، مع ان لو إيفنكا حضرت كانوا حضروا كلهم، لم يتخلف منهم أحد. مجلس التعاون الخليجي بيحصل جامعة الدول العربية في غرفة الموت السريري أو الإكلينيكي. من ناحية تانية ترامب بقاله أيام بيسرب إنه في طريق إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وهينقل السفارة الأمريكية هناك. غالبا بيبتز وبيلم شوية مهاميز وبيلاعب العرب اللي اتأخروا في موضوع صفقة القرن وبيجس النبض. تاجر بقى، تاجر شاطر. وزير خارجية الأردن حذر من العواقب الوخيمة. العاهل السعودي يحذر من غضب الشعوب العربية. مصر انتفضت وبتحذر هي كمان، وطلبت واشنطن بالتروي في قرار القدس عاصمة لإسرائيل. يا سيدي احنا هنزق الموضوع ده للفترة التانية من الرئاسة. انتوا عايزيننا نخلص الصفقة في الفترة الأولى ويبقى العميل خلص دوره وتخلصوا عليه وما يبقاش ليه تمن. قدس ايه والعرب نايمين او منبطحين او مسلطحين نسبة للقفلة مؤاخذة. قدس ايه واحنا بنبل الشربات لدخلة إسرائيل على العرب، الدخلة الكبيرة بقى بعد علاقة آثمة محرمة في الضلمة لسنوات. هتقول للعرب ما عملوش حتى أضعف الإيمان؟ هقول لك لا، كان في أضعف الإيمان. شيخ الأزهر قال أبواب جهنم ستفتح على الغرب قبل الشرق حال نقل السفارة. هقول لك أردوغان قال إن القدس خط أحمر وهنقطع كل العلاقات. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almaya hazırlandığı yönündeki haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. لسان حال الحكام العرب النهارده هو لسان حال عبد المطلب لما أبرهة كان بيهدم الكعبة في عام الفيل. قال له أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. حافظونا أنتوا على العروش، وللأقصى رب يحميه. مساء ولا خير يا عرب، مساء ولا خير يا عرب، مساء ولا خير. القدس مفعول بها وكل الولاة تحت السرير. مساء ولا خير، مساء الوكسة والخيبة يلي اتفقتوا عن النزاع واشتركتوا في المصيبة. مبروك عليكم ألف سنين عجاف. القدس عاصمة العرب، القدس عاصمة العرب، بس استخبوا واظبطوا فوق كل حاف. بارت تجارة أمة عملتها الخلاف. مساء أظلم من الأحزاب وقوم ثمود وآل عاد. عوالك من ذهب خالص وأطفال العرب تتباد. يا أمة مسلمة نمرها بتجلد كل أنصارها. القدس عاصمة العرب، كل العرب إلا اللي سرقوا مننا نهارها. مساء الخسة والألاعيب، مساء الخسة والألاعيب، عجينة في إيد صاحبكوا الديب. يا خيبة مونسة اخواتها، يا نار أكلت خلاص ذاتها. جيوش عقيدتها ممسوخة، نهبها برجل مسلوخة. تتاجر في الشعوب حصرا، بتحمي النخبة والحكام على أنغام سلام دافئ. بيتمنوا تعيشوا نيام. القدس عاصمة العرب، القدس عاصمة العرب، بس انزعوا منا اللجام. مساء المقلب الجامد، مساء المقلب الجامد في كل زعيم بيوعدنا بنصر كبير وفاتح ظهرنا على أورشليم. بيحمي بدمنا الكرسي، بيسرق حلمنا في ربيع، بيقتلنا في يوم عرسي. مساء الزفت على الحكام، مساء الزفت على الحكام اللي شاريينهم بقوتنا، بيرضوهم في الظلام ويكتموا بالقمع صوتنا. القدس عاصمة العرب، القدس عاصمة العرب، بس تمنعوا زوار فجوركم عن بيوتنا. مساء العداوة والبغضاء،
مساء العداوة والبغضاء وانهيار أحلام شعوبكم بالخيانة والغباء. مساء العداوة والبغضاء وانهيار أحلام شعوبكم بالخيانة والغباء. ملياراتكم للسلاح، ملياراتكم للسلاح، والحرب أصلا داخلية. بأسكم بينكم شديد بالمسطرة كالجاهلية. متقسمين من المبتدأ ومصممين على السواد. مش فارقة مين اللي ابتدى، محروقة بإيديكم البلاد. القدس عاصمة العرب، القدس عاصمة العرب ولو كره كل الملوك والجنرالات. القدس عاصمة العرب، بس الضمير العربي مات. الله غالب.